الحمد لله الحمد لله. هو كويس 6 ساعات في مشوار جوه القاهرة، بس هو طبيعي الحقيقة لأن الدنيا كلها أساسا واقفة. تفضل بقى تتنطط من مترو لتاكسي لميكروباص لميني باص، وآخرهم بقى ترسع على التمناية دي. يا رب والنبي يا رب بحق جاه النبي السنة الجاية أحوش وأجيب هليكوبتر. ادعي يا ماما النبي يا رب نولها كل اللي في بالها. السؤال بقى هو ليه رمضان زحمة طول الوقت كده قبل الفطار؟ بيقولوا إن الناس بتبقى عايزة تروح بيتها، بس يا جدعان بالعقل كده الشوارع مقفلة ضبة ومفتاح من 10 الصبح، هي الناس عاملة حسابها إنها تروح تفطر على الظهر ولا إيه بالظبط؟ هو غلاسة كده ولا المترو بقى خنقة وزحمة وتعليقة ايد ربنا ما يوريك، ده اساسا بقى لو ربنا كرمك ولقيت حاجة تمسك فيها. سيبك بقى من كل ده، ريحة العرق اللي تكتم على انفاسك، تكتب على ما هو اصلي بيبطلوا يحطوا مزيلات عرق وبرفانات. ها اول بقى ما ربنا يكرمك وتنزل من المترو احساسك بيبقى زي عكل بالظبط. الاتوبيسات العامه ما تتركبش، فجاه بنلاقي مصر كلها في الاتوبيس زحمه ومتعصبين ومش طايقين نفسيهم، زحمه. المترو والمواصلات برضو الاتوبيسات العامه ده مأساة. في المترو بتبقى كل الناس واقفه جنب بعض كده سردين 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 وبيكلموا بعض شوفوا هيعملوا ايه اكل. اكيد الميني باص بيبقى ضيق وزحمه، وحتى بقى المطبات وكده تلاقي الناس بتطير على بعض. مترو لا بيبقى حر بقى وناس صايمه وقرف وحاجات كتير يعني. هو بالنسبة لنا الحقيقة أسوأ وسيلة مواصلات هي الميكروباص. ده ليه بقى؟ لأن إخواننا الأفاضل سواقين الميكروباصات بالنسبة لنا شايفاهم هم الابتلاء الحقيقي في الشهر ده. تلاقي السواق كده برنس، السيجارة متعمرة في إيده في نهار رمضان، يقول لك يا برنس السيجارة ما بتفطرش يعني، وتلاقي بقى يقطع الخط 100 حتة، ده غير إنه طبعا هيغلي الأجرة ده أكيد. كل ده بقى كوم والأغاني كوم تاني، مش عشان هي حرام، لأ ده عشان البرنس بيبقى معلي الصوت على الاخر. ولو ربنا كرم ابوه وعرفت تقول له على جنب يا اسطى، على بال ما توصل له على جنب يا اسطى دي لو انت في مدينه نصر هتلاقي نفسك وصلت رمسيس، ولو راجل اعرف ارجع مكان ما كنت، ساعتها زي الشاطر كده تدور لك على اقرب مائده رحمن وتروح تفطر فيها. قبل الفطار قرفان زهقان بيتخانق مع دبان وشه وما بيبقاش شايف اي حد قدامه، بيبقى عايز الاجره ويروح بيته. بعد الفطار بيبقى عايز ينام وعايز يرمينا كلنا بره الميكروباص ويروح ينام. بلطجي. لا هو قبل رمضان وبعد رمضان بلطجي. مصطفى كامل قوي في نفسه، بتأثر كده حزين ومتنشن يلا بسرعه كده يعني. مفيش خالص يعني. ما بيبقاش سواق، يعني هو مش سواق، يعني هو مش سواق بجد، هو بيبقى يعني مش عارفه سواق توك توك تقريبا او حاجه، هم خلوه بقى سواق ميكروباص او كده، بيبقى بيطير مطبات بتاع يعني حسبي الله ونعم الوكيل. هما مش كلهم زي بعض بصراحه يعني، وفطرانين وسجاير وحاجات ساقعه في نص النهار وبتاع. نيجي بقى لسواق التاكسي، دول بقى برنسات ما شاء الله، لازم يسألك قبل ما تركب هتروح فين، ويفضل بقى كده يبص لك من فوقك لتحتك، تمام؟ عشان يشوفك كده هتعرف تفاصل معاه في الأجرة ولا هتعمل ايه، وفي النهاية 90% هيسيبك ويمشي بعد ما يعرف انت رايح فين. هو انا مطلوب مني ان انا اجي مع حضرتك؟ طب والله العظيم انا راضية، طب حضرتك قول لي انت رايح فين وانا هاجي معاك، ما تسيبنيش ارجوك ارجوك ما تسيبنيش. لو عمل معاكي كده في رمضان هتعملي ايه؟ هروح بيتنا ماشيه بكرامتي بقى عشان الموضوع تعملي معاه هو ايه؟ هو ايه ربنا يسامحه بقى ويروح بيته ياكل كتير. لا هو رمضان وغير رمضان انا ما ينفعش نفتح دلوقتي كبنات في مصر ما بيفتحوش بقهم مع سواقين خالص. كتير لما يكون مشوار مش عاجبهم او زمالك مهندسين مثلا ولو حته قريبه ما بيقفوش، باخدها ماشي براحتك بقى يعني، ربنا منك لربنا يعني. ده كتير جدا يعني، عشان كده بطلنا نركب تكاسي خلاص. اللهم اني صايمه وكده مش هشتم يعني بس. كتير على مزاجه مش عارف ليه. لا الله يسامحه بقى، مش هفطر عليه قبل المغرب يعني. لا امشي لحد بيتي مين ده ان شاء الله، ما نفطر عليه اسهل. بس بقى لو برنس البرنسات راضي عليك ويركبك التاكسي، اول حاجه تعملها كده زي الشاطر تروح قافل الشباك وتخليه هو كمان يقفل الشباك، لان لو المغرب اذن عليك وانت في الشارع هتلاقي البلح بقى والتمر بص من كل حته بتتحدف عليك ما شاء الله، وكانهم بيرجموك عشان ياخدوا الثواب بس.
بصوا من الاخر كده، اللي عنده شغل في نهار رمضان اوعى يروحوا، واللي عنده مدرسه او كليه برضه ما يروحهاش. وانتوا يعني يا جدعان انتوا اللي هتعدلوا الكون، بل بالعكس انتوا بخروجكم ده بتعقدوها اكتر. ما تخرجوش من بيوتكم ارجوكم. وديتوا الشعب فين يا حسن؟ 75 مليون ما لاقيش منهم ولا واحد. يا سلام لو رمضان كله يبقى عامل كده وبالشكل ده. دلوقتي بقى اقول لكم السلام عليكم. حد رايح الهرم يا جدعان؟ لا انا رايحه حلوان، تيجي؟ حلوان الله. يلا حلوان يلا. وانا الاقي حد مش كلكم خلعتوا حلوان يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا اختي يلا. مش في مواد رحمن؟ يلا.